بيحصل للعريس يوم فرحه من صحابه؟ السؤال ده ناس بنات كتير منزلاه على السوشيال ميديا عشان تعرفوا. انا بقى هعرفكم. زي ما بتروحوا تقرصوا العروسه من ركابها، احنا برضك بنشك العريس شكة خازوقية، حاجة كده من ورا الخيال. من ورا الخيال. قال يعني لما تقرصيها من ركابها هيجيلك الحظ يا اختي. احنا برضك بنعمل كده بس مش هناخد الحظ عشان يسخنوه. ده يعني اللي احنا بنعملوه ده مجاملة لأي عريس، بدل النقطة اللي انتوا بتعملوها وحطي فلوس هنا ومش فلوس هنا. احنا بنجامل العريس بس حاجة تانية، بنشجعوه كده. اصل دي جمعية ودايرة، يوم تاخد ويوم تدي. العريس من ده تلاقيه فرحان يوم فرح وعمال يرقص وايه. متعرفش الهوبة دي جت منين؟ احب اقول لكل بنت سألت عن الموضوع ده، الموضوع ده شبه الفول والفلافل كده على الفطار، لازم يحصل في كل الافراح. لازم نجمل العريس يا جدعان. الحاجات دي استغفر الله العظيم يا رب. وغالبا العريس ما بيحسش بأي حاجة اساسا. عاوزة تعرفي مين اللي هيعمل الهوبة الأول؟ بصي على النمس اللي واقف جنب العريس ساكت كده ومسن وطيب. تعرفي هو ده اللي هيدي الهوبة للعريس الأول. نصيحة لكل واحد داخل على جواز، فكوكم من اللي خد الهوبة بتاع زمان. اعملوا زيي. هشرب كل اصحابي زيت خروع، مش هدخل حد الا لما يشرب زيت خروع. انا ما اضمنش الهوبة جاية منين الصراحة. وتاني حاجة هعملها موصي الحداد اللي في أول المنطقة على حتة صاجة 10 مللي بتطوق المنطقة دي بالذات. يا جدعان والله العظيم احنا جاملنا كتير وهيجامل فينا. وايه فكره اللي انت تقرصيها من ركابها؟ ها هتتجوزي انت كده؟ هتعنسي. محدش يسألني انا عرفت كده ازاي يعني. يا جدعان انا قلقت والله. انا هعمل فرح في جامع وهنزل اقعد مع العروسة مع الستات